انا بسأل السؤال والله بتكلم بجد، هو الشيطان ممكن يسيء لله اكتر من كده ازاي؟ انتوا بصراحه كفيتوا ووفيتوا. في اقتباس مشهور كده بيقول لك فافتخار الكنيسه، فافتخار الكنيسه اللي هو زي اكبر معجزه كده، ده بقى ايه؟ فافتخار الكنيسه هو ان الله مات على الصليب. بصوا الكتاب ده برضو تعليم كنيسه الاسكندريه فيما يخص طبيعه المسيح، ارشدياكون وهيب عطله جرجس. خلي بالكوا ده مرجع ارثوذكسي صميم يعني. وعلى ذلك فالمخلص المصلوب هو رب المجد نفسه، وعلى ذلك فالمخلص المصلوب هو رب المجد نفسه. رب المجد اتصلب، رب السماء والارض اتصلب. تعالوا نشوف العلامه ترتليان، الكتاب قدامكم، لاهوت المسيح عندما اباء ما قبل نقيه، فبيقول اذ ان الايمان بان الله قد مات ومع ذلك فهو حي الى الابد هو جزء اساسي من ايماننا كمسيحيين. الايمان ان الله مات ده جزء اساسي في ايمانك. الله مات، هو في واحد مات وفي اتنين لا، بس في واحد من اللي ما ماتوش قوم اللي مات. الكلام ده بولس هو اللي قال والله مش احنا. في غلاطيا 1:1 النص بيقول كده الله الاب الذي اقامه من الله الاب هو اللي اقامه. ايضا في نفس الكتاب شوفوا قبح هذا الكلام، اللهم انا نبرأ اليك من هذا الكلام، اللهم انا نبرأ اليك من هذا الكلام. لقد رأت الخليقه كلها كيف ان الخالق قد أدين لاجل الانسان. الخالق أدين، غير المرئي رأوه، غير المحدود قد انحصر في جسد، غير المتألم، هو هنا بيتكلم عن طبعا اللاهوت تألم، غير المائت مات، والسماوي وضع في القبر. ده كل ده بيتكلم عن الخالق، كل ده بيتكلم عن الخالق. انتوا متخيلين سوء الكلام ده؟